من أول ما عيونها تشوف الدنيا ومع أول لمسة ونظرة ليها بتدعي ربنا تكبر وتشوفها عروسة لابسة الفستان الأبيض وقاعدة في الكوشة جنب عريسها مبسوطة وفرحانة. ده كان حلم الأم، كان. لكن للأسف القدر كان له رأي تاني. الأم ربت وكبرت وعلمت وخلاص بنتها تتجوز، لكن الجوازة ما تمتش، مش لأي سبب أو لخلاف، لأ، البنت فرقت الحياة قبل زفافها بأيام. طيب وجهازها اللي بدأت الأم تجهزها بيه؟ طيب الرفايع اللي العروسة اختارتها بنفسها بدل ما يخرج على بيتها خرج وراح للعروسة صدقة وثواب الأم اتبرعت بيه. ومن صغرها تقول لأمها نفسك في إيه؟ تقول لها أشوفك متنية في بيت العدل. حلم جايز يكون مش مهم للبعض، لكن بالنسبة للأم بتطمن كده، بتطمن لما تلاقي بناتها متهنيين ومبسوطين، وهو ده اللي يسعدها. يا ترى ايه الحكاية؟ الأم فرحت عرايس يتامى والكواليس تقطع القلب. تفاصيل كتيرة عن الراحلة والأم، ولفتة إنسانية ما تطلعش فعلا غير من أم بتحب بنتها، بين ألم الفراق وبين إنها تعيش على الذكرى اللي كل ما تشوف قدامها جهاز بنتها اللي ما فرحتش بيه تتقهر وتفتكر كل المناوشات والخناقات بينهم، الخناقات اللي كانت كلها ضحك وهزار. البنت عايزة طقم معين مش عاجب الأم والعكس. هنا قررت الأم تعمل صدقة جارية من جهاز بنتها العروسة، ويكون الثواب لبنتها وزي هدية لروح بنتها عروسة الجنة. الأم قررت تتبرع بيه ل4 بنات يتامى يستفادوا منه، وفي نفس الوقت أكيد هما مش هيقدروا يجهزوا نفسهم في عز التكاليف والأسعار دي. العروسة غادة فرقت الحياة في نوفمبر اللي فات، وكان عندها 23 سنة بعد ما حصلت على بكالوريوس تمريض، بعد ما حضرت حفلة التخرج وكانت بتستعد للجواز. ومن وقت رحيلها وربنا أعلم بحال الأم والدقيقة بتمر عليها ازاي وهي شايفة جهاز بنتها في الرايحة والجاية. 4 شهور الأم محتارة بين تسيب ذكرى وبين الألم اللي بتحس بيه ساعتها. وفي لفتة إنسانية قررت الأم تفرح عروسة الجنة والعرايس في الدنيا، لعل وعسى مع كل استخدام منهم للجهاز يدعوا لها دعوة حلوة. كمان اختيار توقيت الأم للتبرع بالجهاز موفق، شهر كله بركة وخير وجبر خاطر، ربنا يجعله في ميزان حسناتها وحسنات عروسة الجنة غادة. وده عرفناه لما صديقة غادة نشرت على صفحتها الشخصية وقالت: الله يرحمك يا غادة، عروسة في الجنة، راحت لها هدايا النهاردة من والدتها، ست الكل، ربنا يصبر قلبها ويقوي إيمانها، سيدة أحسبها من أهل الجنة الصابرين. أم غادة أهدت وفرحت 4 عرايس يتامى وأغلب من الغلب النهاردة بجهاز غادة كله. الله يرحمها ويجعلها في جنات الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب يكون دعاء العرايس النهاردة وأهاليهم في ميزان حسناتك يا غادة يا حبيبتي، يلي كل حاجتك كانت جميلة زيك. أخت غادة بتقول إنها كانت بريئة جدا وما كانتش بتعاني من أي حاجة. غادة تعبت فجأة وقعدت في العناية المركزة 4 أيام وبعدها فرقت الحياة. وعن جهاز غادة قالت إن شاء الله يطلع على روحها وثواب يروح لها، وقد إيه هي فرحانة بدعاء الناس ليها وربنا يتقبل منهم يا رب، وده كلها علامات على حسن الخاتمة وحب الناس ليها. اللفتة دي عملت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وزي ما التصرفات الغير لائقة بتبقى ترند أحيانا، التصرفات والأفعال الحلوة اللي بتزرع فينا وتعلمنا إن الدنيا لسه بخير لازم وحتما تكتسح الترند. الخير فينا وهيفضل فينا إن شاء الله طول ما في ناس زي أم العروسة غادة اللي فكرت في اللي يفرح بنتها ويفرح بنات تانية الله أعلم بحالهم. يقال إن ده تصرف مش جديد على الأم، وإنها طول عمرها بتعمل الخير للغير، وربنا يقدرنا ونكون خير عون لبعض.